تخيل تصحى الصبح تبص من الشباك تلاقي الدنيا ضلمة، مش سحاب، مش كسوف، لا مفيش شمس خالص. بتفتح موبايلك، الشبكات واقعة، الناس في الشارع مرعوبة، الطيور ساكتة، الجو برد بشكل غريب، وكل حاجة بايظة. حد يصرخ في الشارع الشمس اختفت. ايه؟ مستحيل. بس لما تفتح القنوات تلاقيهم بيأكدوا الشمس اختفت من السماء ومحدش عارف ليه. تبدأ تسأل نفسك، هو احنا لسه عايشين؟ هو ده يوم القيامة؟ هو في حاجة كبيرة بتحصل؟ وازاي العالم هيتصرف؟ في الفيديو ده هنعيش مع بعض يوم كامل من غير شمس، ونشوف لحظة بلحظة ايه اللي هيحصل علميا ونفسيا وكونيا. استعد، لأن اللي جاي مرعب. الشمس مش مجرد نور، هي الأساس اللي خلى الحياة تبدأ على الأرض من الأول. هي اللي بتدفينا، وهي اللي بتحرك المية، وهي اللي بتخلي النبات ينمو، وهي السبب إن في أكسجين إحنا بنتنفسه. كل طوبة في حياتك وراها شمس، كل لقمة بتاكلها مصدرها الأساسي هو ضوء الشمس. والمصيبة إحنا واخدينها كأمر واقع، مع إنها أكتر عنصر حساس في حياتنا كلها. أول 8 دقايق بعد اختفاء الشمس ولا حد فينا هياخد باله. ليه؟ لأن ضوء الشمس بياخد 8 دقايق و20 ثانية عشان يوصل للأرض. لكن أول ما الوقت ده يعدي، السماء هتسود، النجوم هتبان، القمر هيختفي، وهنبدأ نفهم إن في حاجة مش طبيعية، وكأن الدنيا تحولت لنسخة مرعبة من الفضاء بس وإحنا عايشين فيها. بعد 24 ساعة من غياب الشمس، العلماء بيقدروا إن درجة حرارة الأرض هتنخفض حوالي 15 درجة مئوية. بس استنى، ده بس في أول يوم. لو الوضع كمل، الحرارة ممكن توصل لتحت الصفر في أيام قليلة. المدن هتبدأ تتجمد، المواسير هتنفجر، وسائل التدفئة مش هتكفي المناطق القطبية، هتبقى زي الجليد الصلب، والناس هتبدأ تلبس كل اللي عندها. بس ده مش هينفع. الطاقة الشمسية اختفت، النباتات وقف التمثيل ضوئي، الزراعة هتتبهدل، سلاسل الإمداد هتوقف. يعني مفيش أكل، مفيش أكسجين جديد، ومفيش وسيلة طاقة بديلة تعوض ده. لو كنت مفكر إن الطاقة النووية أو الفحم كفاية، يبقى محتاج تفكر تاني. المصادر دي بتعتمد على نظام بيشتغل في وجود شمس، بس دلوقتي إحنا في بداية النهاية. الناس مش هتبقى مصدقة، لكن بعد كام ساعة الجسم البشري هيبدأ يتأثر. الساعة البيولوجية هتلخبط، هرمون الميلاتونين بتاع النوم هينقلب، الناس هتبدأ تحس بإرهاق، توتر، اكتئاب وهلوسة. والغريب، الدماغ البشري مش متبرمج على يعيش في ضلمة مستمرة. ده بيسبب ضغط عصبي مش طبيعي، والمجتمع ممكن يدخل في حالة هلع جماعي. الجرائم ممكن تزيد، النظام ممكن ينهار، والناس هتفقد السيطرة. الطيور مش هتعرف تتنقل، الحيوانات الليلية هتتلخبط، الحيوانات النهارية هتتشل، المحيطات هتبدأ تبرد، والمياه السطحية تتجمد. والأغرب، في نوع من العناكب بيموت لو الشمس اختفت عنه. الطبيعة متعودة على نظام ضوء لا ليل، مجرد تغييره ليوم واحد بيكسر النظام ده تماما. درجة الحرارة بتأثر على حركة الهواء، فلما الجو يبرد فجأة هيحصل خلل في الضغط الجوي. ده معناه أعاصير رياح شديدة، ضباب مفاجئ، اضطرابات جوية تهدد الطيارات والمراكب. الأرض هتبدأ تتصرف زي شخص بيتخبط وهو بيفقد الوعي. المناخ هيبقى فوضى في فوضى. طيب، لو بعد 24 ساعة الشمس رجعت تاني، هل الدنيا هترجع زي ما كانت؟ الإجابة لا بسهولة. التربة محتاجة وقت علشان ترجع، خصبة النباتات ماتت، الحيوانات اتأثرت، الناس فقدت ثقتها في استقرار العالم. الموضوع مش مجرد ضوء رجع، دي صدمة وجودية. الشمس اللي بنشوفها كل يوم ومش بنديها اهتمام، هي السر اللي مخلي الحياة تمشي، ومن غيرها ولا يوم يعدي بسلام. الفيديو ده مش خيال علمي، ده تحذير من إننا نستهين بالحاجات اللي متخيلينها دايما موجودة. الشمس مش بس نور، دي حياة. لو الفيديو ده خضك شوية، اعرف إن ده جزء بسيط من أسرار الكون اللي لسه ما اكتشفناهاش. اشترك في القناة وفعل الجرس علشان الجايات أغرب بكتير.